السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ايه رأيكم في الجمال ده؟ احلى صلصة طماطم عملناها مع بعض. صلصة طماطم انما ايه، ورد ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده. عملناها بطريقة سهلة وبسيطة ومطمنين. طب احنا مطمنين ليه؟ عشان عملناها بايدينا. عايزين تعرفوا عملناها ازاي وطلعت بالجمال ده ازاي؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهارده هنعمل مع بعض احلى صلصه طماطم. زي ما انتوا شايفين كده الطماطم بتتكلم عن نفسها، عامله زي التفاح زي الورد. عملنا مع بعض قبل كده صلصه الطماطم، بس احنا ضفنا عليها بنجر لانها ما كانتش حمرا كفايه، كانت مصفره، فالبنجر بيعزز اللون. لكن النهارده الطماطم مش محتاجه اي اضافات، مش هنضيف عليها اي اضافات تانية، لا بنجر ولا لون ولا اي حاجه. احنا جبنا الطماطم غسلناها كويس جدا، وهنبتدي بقى نشوف اكبر حلة عندنا ونحط فيها الطماطم ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي حبايبي نزلنا الطماطم في الحلة بتاعتنا، بس عشان هي كمية كبيرة هنعملها على حلتين زي ما انتوا شايفين كده. تمام، بصوا اللون ما شاء الله. هننزل بقى المكون الوحيد اللي احنا هنحطه على الطماطم، السكر. السكر بقى بيديها طعم خرافة، بتبقى تحفة حقيقي، أحلى من الصلصة اللي انتوا بتشتروها من المحلات، أحلى بكتير. فهننزل هنا بحوالي نص كوباية سكر، وهننزل في الحلة التانية بنص كوباية سكر بس. مش هنحط على الطماطم حاجة تاني. احنا شغلنا البوتاجاز عليها، شغلها ثانية كمان، بس احنا هنوطي البوتاجاز خالص. تمام حبايبي، هنوطيه ليه؟ لان احنا ما ضفناش لا ميه ولا اي حاجه على الطماطم ولا قطعناها، احنا حطيناها زي ما هي كده سليمه. تمام، فاحنا هنوطي عليها علشان الطماطم مع السخونيه بتنزل الميه اللي جواها، فهتبتدي ايه منها فيها كده، هتتسبك في الميه بتاعتها منها فيها. يعني احنا ما بنضيفش اي سوائل على الطماطم عشان نعمل صلصه. فاحنا هنوطي عليها خالص زي ما قلت لكم لحد ما تنزل كل الميه اللي فيها، وتبتدي بعد كده تتسبك ايه منها فيها تاني. تمام حبايبي، هنسيبها كده وهنشوف الخطوه اللي بعد كده هتكون ايه. بصوا حبايبي كميه الميه اللي نزلت من الطماطم كميه كبيره جدا. بصوا الحاله التانيه نفس الحكايه، احنا ما ضفناش ميه خالص، احنا ضفنا نص كوبايه سكر هنا ونص كوبايه سكر هنا بس، ما ضفناش حاجه تاني. الميه دي الميه اللي كانت موجوده في الطماطم. هنسيبها بقى لحد ما تتسبك في الميه دي، هتشرب الميه دي كلها وهتتسبك، وهنشوف الخطوه اللي بعد كده هتبقى ايه. دلوقتي حبايبي زي ما انتوا شايفين كده الطماطم بتاعتنا اتسبكت خالص. بصوا فيها نسبه سوائل مش كتير، احنا عايزينها كده. بصوا كده بقى هنقفل عليها البوتاجاز وهنسيبها لحد ما تبرد خالص، وهقول لكم الخطوه اللي بعد كده هتكون ايه. دلوقتي حبايبي الطماطم بتاعتنا بردت واتسبكت كويس جدا، حتى السوائل اللي فيها قليله جدا، شربت كل السوائل اللي فيها. احنا ما حطيناش عليها زي ما قلت لكم ميه ولا حطينا عليها اي حاجه ولا قطعناها، احنا حطينا الطماطم زي ما هي كده وهي نزلت ميتها وشربتها تاني، يعني اتسبكت منها فيها. طب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده بقى هنضربها في الكبه او في الخلاط وهننعمها كويس جدا. بصوا حبايبي شوفوا الطماطم قوامها عامل ازاي، احلى صلصه. انا ما بصفيهاش، اللي عايز يصفيها براحته، بس انا ما بصفيهاش ليه؟ لان انا سبكت الطماطم كويس جدا، فالقشره بتاعت الطماطم اتهرست ما بقتش باينه، يعني اللي هيصفيها مش هيلاقي اصلا في قشره للطماطم. بعد كده بتديها ايه، سمك كده، بتبقى جميله، بتبقى زي الجاهزه، هي زي الجاهزه اهي،
وطعمها زي الجاهزة بالظبط، بس امشوا على الخطوات بالظبط وهتاخدوا أحلى صلصة. تمام حبايبي؟ دلوقتي هنحطها في الأكياس اللي هنفرزها فيها وهرجع لكم. ايه رأيكم بقى حبايبي في الجمال ده؟ أحلى صلصة عملناها مع بعض. بصوا اللون عامل ازاي من غير أي إضافات. زي ما قلت لكم أنا عملتها معاكم قبل كده وحطينا عليها بنجر لان الطماطم ما كانتش حمرا، كانت مصفرة، فحطيت عليها بنجر عشان تديها ايه لون حلو. اما الطماطم دي بصراحة مش محتاجة اي اضافات ولا اي لون. ما شاء الله طلع حكاية. وقوامها بقى ايه تحفة. بصوا قوامها روعة روعة روعة. احلى صلصة طماطم. الحقيقة هي دلوقتي ب5 جنيه، قبل ما تبقى ب20 جنيه. اعملي لك شوية صلصة كده وشيليهم في التلاجة في الفريزر، هتبقى معاكي بنفس القوام ونفس اللون وتقعد معاكي من السنة للسنة. أحلى صلصة عملناها. بس امشي على الخطوات اللي أنا عملتها بيها، امشي معايا واحدة واحدة كده وهتطلع معاكي أحلى صلصة. ما تشتريش، اوعي تشتريها من المحلات، انت عاملاها ومطمنة لان انت عاملاها بايديكي، غسلة الطماطم كويس وعاملاها وعارفة انت عاملاها ازاي. اعمليها بالطريقة دي وامشي على الخطوات زي ما قلتلك، هتطلع معاكي أحلى صلصة طماطم. حبايبي جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي، هتقعد معاكم من السنة للسنة. ما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. هسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.